أهلا بكل مشاهدين برنامج بدون تردد. مرت علينا ليلة النص من شعبان ودي ذكرى عظيمة، بنقول كل سنة وكل حضراتكم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير وكل العاملين معنا في البرنامج بخير، وطبعا ما ننساش أستاذ محمد عامر رئيس البرنامج. كل سنة وكل اللي بيشوفونا بخير وبعود الأيام الطيبة علينا، ويا رب أحوالنا تتحسن للأحسن وأمانينا تتحول لواقع، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تكون تحمل لينا كل الخير. النهارده احنا بنتكلم في ملف مهم لكل اللي بيتفرجوا علينا، وهو ملف الصحة. طبعا الصحة يعني مجتمع صحي صحته كويسة يعني مجتمع منتج، والعكس صحيح، مجتمع معتل صحيا بالتالي مش هنطلب منه إنتاج. ومهم ان احنا لما بنتكلم في ملف الصحة زي ما بنتكلم مثلا عن ان في مشاكل او حاجة، نتكلم برضو عن التجارب الإيجابية ومحاولات التطوير، لان لما بنحط ضوء على التجارب دي ومحاولات التطوير دي احنا كده بنعمل حاجتين: اولا بنشجع اللي بيحاول ان هو يتطور، ثانيا يمكن بنوحي بافكار لغيره. لان اهم حاجه ان احنا يعني مهما كانت امكانياتنا ان احنا نحاول نعمل من الامكانيات دي انجاز، علشان خاطر ما فيش حاجه بتيجي من العدم وما فيش حاجه بتيجي بالسهل. فالصح ان مهما كانت الامكانيات يتم استغلالها صح ويتم تطويرها صح، فنحقق انجاز صح. هنتكلم النهارده مع الدكتور محمد الشقوير وكيل وزاره الصحه بكفر الشيخ. اهلا بحضرتك. عن تجربته في كفر الشيخ. الصحه في كفر الشيخ او قطاع الصحه في كفر الشيخ حضرتك مسكته من 3 شهور تقريبا، 3/12/2023 بالظبط. طب نعرف كان الوضع ايه وقتها؟ اولا انا بشكركم على الاستضافه الجميله ديت والمقدمه اللي حضرتك بتقوليها، انا عايز استمد منها حاجه. ان كويس جدا ان احنا نبرز الايجابيات قبل ما نبرز السلبيات، لان زي ما حضرتك قلت ان هو ده بيزود الطموح وبيزود الفاعليه لفريق العمل في اي مكان. اولا انا يعني قبل ما ابتدي اي كلام بيخصني، انا بشكر وكيله الوزاره السابقه دكتوره الهام، اللي هي خرجت معاش يوم 3/12 يوم ما انا استلمت. لان اولا انا استلمت منها المديريه، كانت قامت في الفتره الاخيره ببعض التغييرات اللي ساعدتني في اللي انا اشتغلت عليه الفتره الحاليه. فانا اولا بوجه الشكر ليها، انا اتعودت ان انا ما بخس حق حد، فانا بشكرها جدا على الفتره اللي هي اشتغلت فيها. اولا انا لما رحت طبيعي جدا انا رايح بفكر شباب شويه. انا مزبوط. اولا كنت مدير مستشفى المصريين في الجيزه، وكان رئيس القطاع دكتور احمد سعفان كان رشحني في دورات، ودي حاجه مميزه بيها وزاره الصحه حاليا، اسمها الدورات الماليه لغير الماليين، بحيث ان احنا بندرب الدكاتره المديرين منشآت على الامور الماليه والاداريه وكيفيه اعداد فرق عمل وكيفيه التفكير بره الصندوق والابتكار. الدورات دي فادتني جدا، وعن طريقها دكتور احمد سعفان ترشحت للجنه قيادات وتم اختياري لوكيل وزاره الصحه في كفر الشيخ. اول حاجه ما رحت كان لازم اطبق اللي انا اتعلمته. انا اتعلمت ازاي ادير منظومه، ازاي اكون فرق عمل، لان مفيش حد بيشتغل لوحده. انا كان اكتر عيب قابله عندي ممكن في كفر الشيخ قابلته، ان ممكن كان ان هناك في جزر منعزله ما بين الادارات جوه المديريه وما بين المستشفيات والادارات. دي اكبر مشكله على فكره بتواجه اي قطاع في مصر، في اي قطاع فعلا، اي قطاع اداري يعني. الفرق بيننا وبين القطاع الخاص ان هو مفيش جزر منعزله، ان هم كلهم مترابطين، ان هم كلهم متواصلين يوميا، ممكن في المره اكتر من 10 مرات. ده بيساعد جدا على انجاز العمل واصلاح ما يمكن اصلاحه من اي سلبيات او عيوب. فاول حاجه عملتها ومستمرين عليها لغايه دلوقتي، ان احنا في تواصل يومي زي التيلي ميديسن او زي الزوم ميتنج، بنعمله كل يوم من 8 ل 8:30، ومخلي كل مديرين الادارات وكل مديرين المستشفيات ومديرين الادارات الفنيه عندي في المديريه والماليه والاداريه بنتجمع كل يوم الساعه 8 8:30، بنبقى عاملين اوبن ديسكشن، بنناقش اي مشكله تقابلنا، اي حد عنده مشكله في مستشفى او اداره بيعرضها، وكل الادارات المعنيه عندي بترد عليه. طب الهدف من ده ايه؟ ان احنا كلنا قلت لهم لازم كلنا نتكلم بلغه واحده،
لازم كلنا نبقى عارفين مشاكلنا، والمشكله اللي بتحصل عندك ممكن تكون بتحصل عند حد تاني بس مش قادر يعبر عنها او مش قادر يقولها او مش عارف حلها. ففي ناس كتير بتطلع حلول وبتبتكر حلول وبنبتدي نشتغل عليها كلنا. فدي اول حاجه جمعتنا كلنا على قلب رجل واحد، تمام. ويمكن ده الفيدباك اللي بيجي لي من وممكن واحد يكون بيشتغل وعامل مشكله لحد ومش عارف ان هو عامل مشكله. بالظبط. مظبوط. ويمكن كمان ده سهل التواصل وسرعه الاداء. يعني بيعرض المشكله مثلا الصبح على الزوم ميتنج دوت، بكلف مدير الاداره الفنيه او مدير الماليه او الشؤون الاداريه، حضرتك الحاجه دي تخلص واعرف اخر اليوم الرد عليها ايه. فده انجز جدا في السلبيات او المعوقات اللي بتقابل اي مدير منشاه، في ان هو يلاقي حد بيساعده وبيلحقه يحل المشكله. ولما بتعرض كمان كل واحد بيعرض مشكلته وحلها، ممكن حد تاني بيعرف المشكله ويبتدي يحلها عنده بنفس الطريقه، فخلاص مظبوط. كلنا بقى عارفين نتكلم بلغه واحده. ده وتاني حاجه اشتغلت عليها ان الموارد البشريه اللي الموارد عندي. البشريه فعلا. احنا بقى يعني حضرتك فعلا كنت دلوقتي بتتكلم على يعني اغلبيه كلامك على الموارد البشريه. احنا عايزين نعرف السياسه اللي اتعاملت بيها مع العاملين في قطاع الصحه، اتعاملت معاهم ازاي؟ سياستك معاهم كانت عامله ازاي؟ طيب الموارد البشريه انا شايف ان هي اول حاجه، وحوالي 90% من نجاح اي منظومه حتى لو امكانياتك ضعيفه، لان الموارد البشريه دي لو اشتغلت صح هتديك ناتج كويس. فكان زي ما قلت لحضرتك الاول ان ابتديت ادرب، ان ابعت ناس مديرين ادارات ومديرين مستشفيات ومديرين الادارات الفنيه بتيجي تدريبات، ابتديت انسقها مع المحافظه ومع معالي المحافظ، وكان صراحه راجل داعم لينا جدا، وكان بيعمل دورات اسمها تمهير. دي ارسلت فيها كل مديرين المستشفيات ومديرين الادارات عشان يعلموا من مهاراتهم القياديه، عشان اي مكان ما فيهوش قياده مش هيعرف يديك ناتج. فالحمد لله الدوره دي حضروها وكانوا مبسوطين بيها جدا، بيقولوا دي اول دوره يحضروها من زمان. تاني دوره بعتهم نفس الدوره اللي انا حضرتها مع قطاع الرعايه العلاجيه في الوزاره. بعت ترشيحات لكل مديرين الادارات ومديرين المستشفيات اللي عندي بدون استثناء لاي حد يحضر الدورات ديت. وبدأ الناتج بتاعها يظهر على مستوى أداء العمل، بدأ الناس تفكر بره الصندوق، بدأت الناس تتنافس على الإبداع والتفكير في إن ده يظهر مكانه، بأن هو بيقدم الخدمة على أحسن مستوى على قد الإمكانيات اللي عنده. تمام. ابتديت اوجههم ان هم يبقى في مرور ميداني زي ما انا بعمل دايما، ان لازم كل مدير منشاه يقوم يمر بنفسه، يفتح المخازن، يمر على الغرف في المستشفى كلها، يعمل اداره علاقات عامه وخدمه مواطنين جوه المستشفى. هدفها ان هي تمر على المرضى كان في العيادات او في الغرف المرضى، ويسال المريض يوميا انت عندك شكوتك ايه. عشان انا قلت كان دايما الكلمه اللي هم دايما خلاص حفظوها على لساني، اي منشاه ليها زبون، والزبون ده الكاستمر ده هو ده نجاحك. انا نجاحي في الصحه وزبوني هو المريض اكيد، ورضائه. لو المريض ماشي من عندي مرضي خلاص انا نجحت كصحه. ده الهدف والكور اللي احنا كنا شغالين عليه كلنا في مديريه الشؤون الصحيه بكفر الشيخ، ان احنا ازاي نرضي المريض باي طريقه. ثم الخطوه اللي بعديها ويماثلها ارضاء العاملين. فكنا بنحاول نذلل الصعاب. عندي سياسه الباب المفتوح. انا ممكن من العامل لغايه مدير منشاه يدخل المكتب عندي ويشرح لي مشكلته، وبستمع بقدر الامكان وبحاول احلها له. فانا كنت بشتغل على العامل البشري اهم حاجه. واكتشفت في كفر الشيخ، يمكن انا كان عندي فكر قبل ما اروح ان انا ممكن اروح محافظه مثلا زي ما ساعات بيسموها مثلا المستوى الثالث في المحافظات، يعني مش زي العاصمه. بس انا لما رحت اكتشفت ان في مواهب وفي قيادات هناك. قلت لهم انتوا تصلحوا في يوم من الايام تبقوا قيادات على مستوى الجمهوريه. وانا شغال معاهم على الاعداد ده، ان في يوم من الايام لازم حد فيهم يجي هو مكاني او يروح في اماكن اخرى. وفي بالفعل رشحت ناس وراحوا اختبروا، ويعني في ناس ان شاء الله قريبا ان يبقى ليهم مكان في وزاره الصحه يعني. طيب بالنسبه يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن المستوى البشري، طب لو هنتكلم برضو في جزء يعني من الكلام هيكون على مستوى الامكانيات. طب المستشفيات اللي تم تطويرها واللي جاري تطويرها دي برضو حاجه مهمه ان احنا نتكلم على الامكانيات والمستشفيات. في ميزه في كفر الشيخ حاليا ان احنا ان شاء الله في شهر 7 الجاي داخلين في خطه المرحله الثانيه للتامين الصحي الشامل. وطبعا حضرتك عارفه ده قائم على المنشآت الحديثه ونظام التحول الرقمي، ونظام ان كل مريض بعد كده يتعامل بكارنيه، ما فيش بقى حاجه اسمها ماليات خالص.
فاحنا ابتدينا دلوقتي نشتغل على ان احنا نحسن الجوده واداء الجوده في المستشفيات عشان نواكب المحافظه داخله عليه. ومن اساسياتها المنشآت الحديثه. الحمد لله ان في محافظه كفر الشيخ حاليا عندنا مستشفيات اتطورت. عندنا في مستشفى بلطيم، مستشفى قلدين، مستشفى برج برولوس، مستشفى سيدي غازي، مستشفى بيلا. الاماكن دي كلها حديثه ومبنيه على احدث طراز، غير بعض الوحدات الصحيه برضو اللي كانت داخله في برنامج حياه كريمه تم تطويرها على احدث طراز. عندنا مستشفيات تانية تحت الانشاء، وان شاء الله حسب تعليمات الوزاره ان هي هنستلمها في 2025. عندنا مستشفى الحمول. ده كان على فكره الناس فعلا سائلين بيقولوا امتى هيتم الانتهاء من مستشفى الحمول المركزي؟ ان شاء الله في الزياره الاخيره لمعالي الوزير، وكانت الزياره دي من حوالي شهر. الحمد لله معاليه كان خارج من كفر الشيخ يعني مبسوط من الاداء الصحي جوه المحافظه ومنشاتها. كان معاليه لما زار الحمول كان التعليمات واضحه وصريحه ان في 2025 ان شاء الله، في يناير 2025 تكون مستشفى الحمول استلمت، وكذلك مستشفى الرياض ومستشفى مطوبس. والميزه في الثلاث اماكن دول ان هم بيخدموا مراكز كبيره وفيها تعداد سكاني كبير. ومثلا زي مطوبس دي فعلا منطقه جغرافيتها صعبه جدا في التحرك، فمهم قوي يبقى عندهم مستشفى على احدث طراز تؤدي خدمه عاليه. وهي مطوبس تقريبا داخله كلها حياه كريمه، ما طرق ومستشفيات ووحدات صحيه. فالمنظومه قادمه خلال سنه. غير بعد كده بقى تم تحديد ارض 10,000 فدان مستشفى كفر الشيخ العام. دي برضه هتبقى صرح، هتبقى مجمع طبي كبير زي يساوي مجمع طب السويس والاسماعيليه اللي في التامين الصحي الجديد. عندنا حاجه هتتفتح قريب، مركز اورام تابع لامانه المراكز. وده كان المرضى في كفر الشيخ بيعانوا جدا، عندهم اورام ان هم بيضطروا يروحوا يا اسكندريه يا الدقهليه يا الغربيه. فالحمد لله دلوقتي في كفر الشيخ هيبقى في مركز اورام، هيبقى اكبر مركز اورام على مستوى الجمهوريه، هيخدم محافظه كفر الشيخ والمحافظات كمان اللي تابعه ليها. حضرتك كنت تعرضت في الحديث للوحدات الصحيه بالقرى. طبعا الوحدات الصحيه في القرى دي مهمه جدا. يعني القرى يعني مصر كلها قرى تقريبا، يعني كفر الشيخ بالذات. فطبعا الوحدات الصحيه داخل القرى دي مهمه جدا. انتوا ايه الخدمات اللي بتقدموها للوحدات الصحيه دي؟ طيب هو انا من ساعه ما جيت كان يعني ضفت خدمه جديده. اولا هو طبعا بتواجد ان الخدمه الصباحيه اللي هي من 8 ل 2 كان كشف الطبيب الممارس العام، وبعد كده يحول على المستشفى لو المريض محتاج خدمه اعلى. والاسنان انا ابتديت دلوقتي اضيف خدمه العلاج الطبيعي. يعني انا قابلت مشكله ان في كفر الشيخ ممكن بعض الطرق فيها صعبه ومسافات طويله، فانك عشان مريض يحتاج يروح يعمل 3 مرات في الاسبوع لاقرب مستشفى يعمل جلسات علاج طبيعي. ده بيبقى متعب جدا، خاصه لو واحد عنده لا قدر الله نسبه عجز، فاضطر ابنه او اهله يشيلوه ويجيبوا عربيه ويتكلف بعربيه يروح مخصوص ويرجع. فالموضوع مرهق ماليا ونفسيا ومعنويا. فحاليا دلوقتي احنا شغالين على ان احنا نعمل وحدات علاج طبيعي في كل وحده صحيه ان شاء الله. ده المشروع اللي احنا شغالين عليه حاليا، واحنا حاليا لغايه دلوقتي عملنا 9، وان شاء الله هنكمل في الباقي. ده هيوفر جدا في تنقلات المرضى، خاصه ان هم بيحتاجوا 3 مرات في الاسبوع. طب ايه كمان الخدمه اللي اتضافت حاليا؟ ان احنا في حاجه اسمها في كل مركز عاملين وحده اسمها وحده تطوير. وحده التطوير ديت بناء على تعليمات الوزاره تشتغل يوميا بعيادات اخصائيين من 2 ل 6 بتذكره ب3 جنيه. طبعا ان بينتدب الاخصائي من المستشفى القريبه للوحده، وبيشتغل من 2 ل 6 بيخدم اهل القريه او القرى اللي حواليها. فانا كده وفرت على المريض ان هو ما يضطرش ينزل لغايه المستشفى عشان يكشف. فطبعا ده حلو جدا، حاجه جديده. احنا في اطار ان احنا كمان ندخل موضوع ما بدل 11 ان شاء الله يوصلوا ل 22، ومع الوقت ان شاء الله تبقى الوحدات الصحيه كلها. وده هيواكب الفكر بتاع التامين الصحي الجديد، ان كل الوحدات الصحيه تشيل 70% من الخدمه الصحيه وتحول ال 30% للمستشفيات. طبعا دي حاجه عظيمه جدا ان هي هتخف من على المستشفيات. وزي ما حضرتك قلت فعلا القرى بتكون طرقها صعبه وكده، فانت كده بتسهل كمان على المريض. شارككم في العمل هو القطاع الخاص. طيب انتوا ايه الخدمات برضو او المساعدات اللي بتقدموها للقطاع الخاص؟ طيب احنا بالنسبه للقطاع الخاص احنا في اداره معنيه بيه عندنا اسمها اداره العلاج الحر. الاداره ديت بتبقى مسؤوله عن
ان هي تنزل تمر على المستشفيات الخاصه اولا تدي التراخيص، يعني هي احنا مسؤولين عن ان احنا ندي التراخيص للمنشآت دي عشان تقوم بعملها في اطار قانوني. ثانيا ان احنا المتابعه لاداء الجوده ومكافحه العدوى داخل المنشآت ديت بما يتناسب مع البروتوكولات اللي بتقول عليها وزاره الصحه. احنا لسه من اسبوع بالظبط، انا يمكن اول مره سبق يحصل في كفر الشيخ ان وكيل وزاره يجتمع بالمستشفيات الخاصه جوه مستشفى حكومه عشان نقول لهم احنا بنعتبركم شريك في الصحه، انتوا 35% من الخدمه المفروض القطاع الخاص يشيلها، فانتوا شريك مهم جدا، شريك بالتلت على الاقل، ما كانش ممكن نوصل للنص كمان. فاحنا مش عايزين فكره ان احنا جهه بتراقب، جهه احنا جايين بفكره ان احنا جهه بتساعد، وده فعلا كان التوجيه. قلنا لهم اي مساعدات مننا اثناء الانشاء، عشان اقول لك ده الترخيص صح ولا لا، احنا جاهزين. مساعدات مننا من الفرق اللي بتمر ان هي توجهك للصح ايه، ما يبقاش موضوع ان انا افكر اقفل لك مكان وكده. احنا عايزين نبقى كلنا شركاء عشان يطلع مستوى الجوده جيد ومحترم يرضي المريض المصري. فده الفكر اللي احنا عاملينه جديد، مع ان احنا بنساعدهم قبل ما نفكر نراقبهم. تمام. هي المراقبه والمساعده طبعا الاثنين حاجتين مهمين، انت تساعد وتراقب طبعا دي حاجه اوجهه الاول وبعد كده اراقب التوجيه واصل لفين. برضو انا عايزه اتكلم مع حضرتك على خدمه محترمه قوي انتوا بتقدموها، العيادات التخصصيه المسائيه. تمام. عرفنا عنها اكتر. طيب، هو انا برضو في بدايه ما اشتغلت لقيت العيادات التخصصيه المسائيه، ودي كانت توجيهات من فخامه الرئيس ومع الوزير. انا كنت انشاتها في مستشفى المصريين قبل ما امشي منها، ولما رحت هي مهمه جدا على فكره، لان في ناس كتير بتكون شغلها الفتره الصباحيه، فهي ما عندهمش الا الفتره المسائيه. وقلل الضغط الصباحي. عممناها الحمد لله وادينا تعليمات، والحمد لله دلوقتي نسبه التزام فيها من الاطباء 100%. قابلتني بعض الصعوبات في الاول، ممكن ان بعض الاطباء ما كانوش ملتزمين، كنا بنواجه بان احنا نعمل تحركات تنقلات عشان يعني كل واحد يبقى عارف ان في ثواب وعقاب. فده ساعدنا دلوقتي الحمد لله ان احنا في التزام بنسبه 100% في حضور الاخصائيين للعيادات. وفي مستشفيات مش شغالين اكتر من تخصص، يعني مثلا مستشفى كفر الشيخ العام ممكن يوصل ل 11 تخصص، منهم الباطنه، النساء، الاطفال، الجراحه، العظام، المسالك، الاسنان والعلاج الطبيعي اساسي، لان حتى ساعات بتقابلنا مشاكل في الاسنان والعلاج الطبيعي ان دول جلسات، يعني كان مريض اسنان ده بيقعد جلسه ممكن بالساعه، وكان علاج طبيعي. فلما بفرد المرضى على طول اليوم ما برجعش حد اقول له تعالى بكره. تمام. فدي برضو بتفرق معانا، ميزه كبيره جدا. طيب ايه المبادرات اللي تم تفعيلها في المحافظه، وبرضو نتكلم برضو على القوافل. تمام. القوافل الطبيه. تمام. بالنسبه للقوافل الطبيه احنا بنعمل حوالي 4 قوافل شهريا، تبقى ثابته كل يوم سبت وحد، ودايما بيبقى توجهنا نشوف القرى او المراكز اللي بتبعد اكتر من 15 كيلو عن اقرب مستشفى حكوميه، عشان نبقى ماشيين زي بروتوكول الوزاره. والهدف ان احنا نوصل للمريض، وبيبقى على فكره القافله دي بتبقى فيها استشاريين واخصائيين، يعني بيبقى كلهم على اعلى مستوى، وكمان فئه منتقاه ان هي ناس شاطره في اماكنها، وسمعتها ان هي ناس بتقدر تدي خدمه جيده. وبنوصل للمريض بيكشف عليه بيكشف على المرضى وبيصرف العلاج. وعلى فكره العلاجات اللي في القوافل علاجات غاليه جدا مش رخيصه، وكل ده مجاني. وكمان في حاجه انا اضفتها من حوالي اسبوعين للقوافل، لما كنت بمر كان بيضطروا لو في تحويل الحالات من العياده قوافل للمستشفى عشان يعمل علاج قرار نفق الدوله في المستشفى، بدل ما يروح ولسه يبدا الاجراء، انا دلوقتي باخد بياناته وبطاقته وحطيت فني مركز معلومات في القافله، بحيث انه يعمل اجراء ما دام عند اخصائي واستشاري يعملوا لجنه ثلاثيه ويعمل الاجراء وهو في القافله. طب والمبادرات سريعا على تجهيز العمليه فقط. والمبادرات سريعا. ومبادرات طبعا احنا المبادرات الرئاسيه كلها الحمد لله شغالينها حوالي 11 مبادره. طبعا مبادره 100 مليون صحه الخاصه بامراض السكر والامراض والضغط، وعندنا مبادره الاعتلال الكلوي، ودي بنكتشف منها حالات كتير لا قدر الله ممكن تخش على بدايات فشل كلوي فنلحقها. عندنا مبادره صحه المراه، عندنا مبادره الامومه والطفوله، عندنا معظم شغالينها ومغطيين كل المحافظات والقرى فيها. تمام. طب سؤال بقى مهم، التحول الرقمي والحوكمه ده دلوقتي اتجاه في الدوله ان يتم ان كل حاجه تبقى رقميه. طبعا. انتوا في محافظه كفر الشيخ،
وصلتوا لايه في الجزئيه دي؟ يعني طبعا هي بتبقى محتاجه تراتيب كتيره قوي، فانتوا وصلتوا لايه في جزئيه التحول الرقمي والحوكمه؟ طيب، هو اولا هو طبعا دي توجيهات معالي الوزير حاليا، ويمكن كل اجتماع بيوجه وبيوجه دايما على الحوكمه والتحول الرقمي. حتى احنا حاليا في مع دكتور محمد طيب مساعد الوزير للحوكمه والتحول الرقمي، يعني بقى في مساعد وزير للجزء ده، فتخيلي ان مدى اهتمام الوزاره بالموضوع. وكان لسه عندنا الاسبوع اللي فات اسبوع الحوكمه على مستوى المحافظه، كنا بنعرف وبنعلم الناس يعني ايه حوكمه، ويعني ايه فايدتها، والهدف منها ان هي تقضي على اي فساد في الدوله، وان تبقى كل حاجه مسيطر عليها بطريقه ان هي محدش يخرج بره المسار الصحيح ليها. وده طبعا بيحتاج معاه التحول الرقمي عشان تقللي اي بايظ او اي فساد في اي منظومه. احنا الوزاره حاليا شغاله على برامج كتير، يعني هي بدات تعمل تحول رقمي في حاجات كتير، في ميكنه الالبان، ميكنه شهادات الجواز، زي في مبادره شهادات الجواز، مبادره ميكنه التطعيمات، في كذا حاجه مميكنه حاليا، مميكنه الخدمات الطارئه كانت رعايه او حضانه، كل دي حاجات مميكنه حاليا وبتبقى الخدمه فيها عن طريق الميكنه. احنا كمان بنحاول نطور من نفسنا جوه المديريه وفي المستشفيات، ان احنا بنستغل كل الناس الكفاءات اللي عندها قدره على ان هي تعمل تطبيقات او تعمل برامج، وشغالين عليها دلوقتي عشان نحاول نعمل برمجه او ميكنه لشؤون العاملين والخدمات المقدمه في مديريه الصحه. حتى كان لسه اخرهم حد بيفكر على ميكنه ان احنا المريض ممكن قبل ما يروح العياده الحكوميه يدخل يحجز على الابلكيشن، فاحنا حاليا شغالين على حاجه زي كده. فاحنا بنحاول نطور من نفسنا بامكانيات الناس المتاحه حاليا يعني. طيب سؤال بقى، يعني في ناس سالتنا عليه اللي هم عندهم خريجين في الامتياز، يعني خريجين امتياز دلوقتي هيستلموا شغلهم شهر كام؟ يعني بعض الاسر بتسال، حضرتك عارف طيب، فنجاوبهم عشان برضو يكونوا. هو حاليا هو طبيعي جدا ان هم المفروض من 1/3 بيبتدي الاستلامات بتاعتهم، وطبعا هو حسب بقى كل طبيب لما بيبلغ بتكليفه فين. ده التكليف كله بيبقى طبعا مركزي من الوزاره، وكل واحد دلوقتي انا بتكلم بخصوص المعاهد الفنيه الصحيه. طيب، المعاهد الفنيه الصحيه احنا وقت ما اي طالبه بيجي في وقت تخلص دراستها بتيجي بنسلمها على طول. ودلوقتي عاملين حاجه جديده، كان الاول كلهم بيستلموا في مستشفى كفر الشيخ العام، حتى الجامعه كانوا عندهم مشكله ان في ناس من مناطق بعيده. دي اول مره السنه دي وانا عملتها بالاتفاق مع الجامعه، ان خريجين الجامعه من كليه التمريض او من المعاهد الفنيه الصحيه ان احنا نوزع في المستشفيات المركزيه والعامه حسب سكنه، عشان اولا استفيد منه بقدر الامكان، وما يبقاش كاهل او عبء عليه في التحركات والمواصلات. ده اهم حاجه على فكره، لانه هو في الاخر هو طالب برضه، الامور الماديه مش عايزين نضغط عليه في التحركات والتنقلات، وفي نفس الوقت يبقى مرتاح نفسيا ان هو قريب من بيته ويتعلم في اي مكان حاليا. يعني فال 18 مستشفى حاليا في كفر الشيخ بتستقبل طلبه الامتياز. انا في النهايه دكتور محمد الشقوير وكيل وزاره الصحه بكفر الشيخ بشكر حضرتك جدا. شكرا. يعني احنا طبعا دي تجربه احنا القينا الضوء عليها، وحاولنا ان احنا نجاوب حتى على اسئله بعض الناس، يعني ممكن تكون يعني خارج الاطار، لكن مثلا طلبه الامتياز دي كان حاجه مهمه ان حضرتك ترد عليهم، لان هم سالوا. الناس اللي سالت على مستشفى الحمول برضو كان مهم ان وطبعا حضرتك متواصل مع الناس، ودي حاجه تحترم جدا، ويحترم جدا ان حضرتك بتحاول انك في شغلك صفحه على الفيسبوك دلوقتي بنستقبل عليها الشكاوي كمان. ده جميل جدا. شكرا جدا على تواصلك مع الناس، وبشكر اي حد بيحاول ان هو يطور في المكان اللي هو فيه، وبشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا، والى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج بدون تردد.